السلام عليكم. وصفتنا النهاردة هنعمل محشي الكرنب والفرخة دي. كل المكونات دي كلها في الكيس الحراري من غير حلل ولا اي حاجة. هيستوي معاكي وهيطلع معاكي تحفة جدا مع احلى تتبيلة. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. تعالوا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة سلقنا الكرنبة بتاعتنا بشوية ملح وكمون وكده ومية تكون سخنة. طبعا احنا عايزين الورق بتاعها يبقى سليم معانا بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنجيب هنا بصلتين هنقطعهم كده مكعبات صغيرة كده. تمام. بعد كده هنحطهم في الكبة وهنضربهم كده كويس لحد ما ينعم معانا كده. تمام. جهز معانا. دي خلطة المحشي اللي احنا هنعملها في الاول. شايفين البصلة عايزينها بالشكل ده، ما تكونش ناعمة قوي ولا خشنة قوي. هنجيب هنا حلة تسخن كده كويس، هنحط فيها معلقة كبيرة من الزيت. بعد كده هنحط هنا البصلة بتاعتنا، هندي لها كده تشويحة كده، مش عايزينها تحمر، عايزينها تاخد صدمة كده كده. تمام. شايفين بعد ما دبلت معايا البصلة هنحط هنا صلصة الطماطم كده. تمام. بعد كده هنقلبها وهنسيبها لحد ما تتسبك معانا الطماطم وتاخد لون حلو. طبعا احنا لسه ما حطيناش التوابل. شايفين بعد ما تسبكت معايا. طبعا هنشيل كده شوية في طبق هنحتاجهم للفرخة. بعد كده هنحط هنا الملح والكزبرة وفلفل اسود. بعد كده هننزل هنا بنص كيلو من الرز يكون مغسول كده كويس ونصفياه. هتديله كده تقليبه وهتسيبيه لحد ما يتشرب معاكي. رز تستوي كده ربع سوا، تتشرب المية. هنحط كمان هنا 5-6 فصوص من الثوم، بيديله طعم حلو جدا الثوم الني في خلطة المحشي. ابتدت تتشرب معايا. بعد كده هننزل هنا بحزم من الكزبرة والشبت مفرومين ناعم كده كويس. هنديها كده تقليبة. شايفين طبعا الرز هنا شرب المية تماما، ابتدى يستوي معايا. هيستوي معاكي ربع سوا، هتسيبيه لحد ما يتشرب كده كويس. هنحط هنا كمان معلقة كبيرة من الزيت. الزيت بيخلي معاك الرزاية كده مفلفلة في المحشي. وبكده خلاص جهز معانا. هنجيب هنا ورقة الكرنب. طبعا احنا ما قطعناهوش، عايزين الورقة سليمة. هتحطيها بالشكل ده. هقولك على طريقة تلفيه بسرعة ومش هياخد وقت معاكي. طبعا فردنا اول ورقة وهتحطي الرز بتاعك بالشكل ده، توزعيه كده. طبعا الطريقة دي حلوة جدا مش هياخد وقت معاكي. هتبرميه بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هتقطعيها بالسكينة وهتبتدي تقطعيه صوابع صغيرة. شايفين مش هياخد وقت معاكي في اللف وهتلفيه بسرعة جدا. هنعمل دي كمان. هنحط كده وهتبرميه وبيبقى جاهز معاكي بسرعة جدا. شايفين كده خلاص جاهز معانا. طبعا هنحطه في طبق لحد ما نخلص الكمية كلها بتاعتنا، علشان طبعا احنا المحشي ده هنسويه في الفرن، مش هنسويه في حل خالص، وهيطلع معاكي مستوي جدا ما تخافيش منه. هنرصه بالشكل ده. طبعا زي ما اتفقنا هنعمل الكمية كلها. هنجيب هنا الفرخة بتاعتنا بعد ما غسلناها كده كويس بشوية دقيق. هنتبلها هنا بشوية من الملح، كمان هنحط هنا فلفل اسود. تدبليها كده كويس من جوه ومن بره
تغلفي الفرخة. طبعا مش هكتر قوي التتبيلة فيها، زي ما انت حابة، عايزة تحطي بهارات تانية براحتك. هندعكها كده كويس. غلفناها كده كويس بالملح والفلفل من جوه ومن بره. بعد كده هنحط هنا الصلصة اللي اخدناها من صلصة الكرنب، هنحطيها كده بالشكل ده، توزعيها. طبعا التتبيلة زي ما انت حابة. وهنحط كمان توم مفروم، هتوزعيه كده من جوه كويس. لو حابة الفرخة تقطعيها قطع براحتك، 8 قطع ممكن. بعد كده هنجيب هنا الشوربة وهنحط عليها صلصة اللي اخدناها من المحشي، وهتحطيها بالشكل ده. دي اللي هنسقي بيها ورق الكرنب. قلبناها كده كويس. طبعا وتتبليلها، تحطي البهارات، تبقى جاهزة معانا. بعد كده هنجيب هنا الصينية اللي احنا هنسوي فيها، هنغلفها بورق ألمونيوم علشان بس ايه، ما تنزلش الفرخة العصارة بتاعتها وتبوظ لي الطبق. بعد كده هنجيب هنا كيس الحراري، هتفتحيه كده. بعد كده اول حاجة هنرص هنا ورق الكرنب. هتحطي الاول ورق الكرنب من تحت، هترصيه كده رصة حلوة وما تخافيش، مش هيفك منك ولا حاجة. ترصيه كده كويس. كده تمام. هنظبط هنا المحشي بتاعنا كويس، ترصيه كده. خلاص خلصت الكمية كلها بتاعتي، رصيتها. بعد كده هنحط هنا كبشتين من الشوربة، ما تكتريش قوي. طبعا الشوربة يفضل تكون سخنة معاكي. كده تمام. ما تكتريش طبعا قوي، انا كترت يعني، هتحطي كبشتين بس وما تخافيش هيستوي معاكي. كده تمام، بيبقى جاهز معانا. كده خلاص. في الوقت ده هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. بعد كده هنحط هنا الفرخة من جوه، تكتفيها كده كويس وتظبطيها. هندخلها هنا وبتبقى جاهزة معانا. شايفين؟ هتقفلي طبعا عليها كويس، وبعد كده تدخليها الفرن. هتقعد معاكي حوالي ساعتين، وبعد كده تطلعيها. شايفين طبعا لسه بفكها سخنة، وكمان المحشي بتاعنا مستوي والفرخة اخدت لون جميل. عايزة تقلبيها وتديها لون تاني تحت الشواية من الجنب التاني، انا عملت كده، قلبتها وبعد كده حطيتها ايه، تاخد لون جميل من تحت. شايفين؟ طبعا سخن كده وحاجة كده روعة. تقدميها طبعا بالطريقة زي ما انت حابة. طبعا المحشي هنا مستوي معايا زي ما اتفقنا، حلوة جدا، وكمان طعمه حلو، واخد من طعم الفراخ، حاجة كده حلوة جدا. وبكده خلاص وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى يكون استفدتم منها وعجبتكم، وتجربوها. ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك، وتتابعوا صفحتي على الفيسبوك باسم اسماء ابو الخير. يلا باي.